التدوير المستمر على حل المشكلة انت بتواجهها مش دايما بيكون هو الحل للمشكلة دي. وخليني اشرح لك انا قصدي ايه بالجملة دي، وخليني اقول لك برضو ايه كل الكتب اللي انا موجودة عندي دي. طيب دي كتب موجودة عندي، في كتب منها انا قريتها وفي كتب منها انا خلصتها وفي كتب منها ما قريت فيها مثلا صفحتين ثلاثة وبعدين سبتها. كتاب مثلا زي fanatical prospecting، ازاي تبيع، The Psychology of Money، سيكولوجية المال، 100 million dollar offers، أليكس هرموزي تاني 100 million dollar leads، copy writing secrets، ازاي تكتب copy، expert secrets، ازاي تعمل funnel، influence، ازاي تبقى يعني تقنع الناس وتبقى persuasive، تبقى شخص مقنع، ايه the one page marketing plan. كل الكتب دي انا اشتريتها بحثا، خلينا نحطهم على جنب كده، بحثا عن حل، او يعني بحثا عن اجابه لمشكله مثلا انا بواجهها او حاجه انا عاوز اتعلم عنها اكتر. والمغزى من كل الكتب دي او المغزى من الفيديو ده ان الحقيقه الحل مش في الكتب دي، وهقول لك ازاي ده ينطبق برضو على الانجليش. او يعني بصفتي انجليش انستراكتور، بالمناسبه انا اسمي شريف عبد الباسط وانا انجليش انستراكتور، انا الفاوندر اوف انتنسو انجلش. في انتنسو انجلش بنساعد الناس اللي هي الليسننج سكيلز بتاعتها كويسه بس مش بتعرف تتكلم بشكل كويس، او عندها مشاكل في الفلونسي، مشاكل في الكونفيدنس، بتتوتر لما تيجي تتكلم انجليزي. لو عاوز تعرف ازاي بنساعد الناس دي تقدر تدوس على اللينك اللي تحت اللي في الديسكربشن او اي جانب. طيب كل الكتب، ممكن احكي لك قصه الكتاب ده برضو، في قصه لذيذه. كل الكتب دي مع انها مفيده ولكنها في نفس الوقت مش مفيده، ومع يعني خبرتي اللا متناهيه في مجال، مش هقول لك خبرتي يعني، ولكن مع استهلاكي لكونتنت او كميه كونتنت او كميه محتوى من السيلف امبروفمنت وتطوير الذات، سواء كان عن طريق بودكاست على يوتيوب او بودكاست بسمعها على سبوتيفاي او كتب بقراها، Atomic Habits، The 7 Habits of Highly Effective People، The Power of Now، Deep Work. كل الكتب دي، كل الكتب اللي عندي وكل الكتب اللي هي مش موجوده في الفريم او مش موجوده في الفيديو دي، في نهايه الموضوع هي كلها بتتكلم عن نفس الحاجه، اللي هو يعني اشتغل، طب ما انجز. وممكن الدرس اللي انا اتعلمته السنه دي ان بجد ما فيش اي حاجه فايتاك، وان يعني 90% of success، ايا كان بقى success في ايه او يعني ايه هو تعريفك للنجاح، 90% of getting what you want او achieving the results you want، السر بتاعها هو ان انت تعمل الحاجه دي. وخليني احكي لك بقى، اعتقد دي فرصه كويسه ان انا احكي لك قصتي مع الكتاب ده، وبعد كده اقول لك ازاي بقى تطبق كل الحكم والمواعظ دي في الانجليش. طيب الكتاب ده اسمه Develop Self Confidence Improve Public Speaking. الكتاب ده كاتب بتاعه ديل كارنيجي، وانا قررت اشتري الكتاب ده عشان انا كان زمان بواجه مشكله في ان انا اتكلم قدام الكاميرا. بالنسبه لي ان انا اطلع اتكلم قدام الكاميرا كده واقعد اكلم اللينس دي موضوع غريب، مش ناتشرال، يعني انا مش بكلم، مش شايف حد قدامي، انا دلوقتي بتخيل المشاهد بتاعي او بتخيلك كده وانت قاعد بتتفرج على الفيديو، موضوع غريب جدا. المهم انا في اول ما ابتديت اعمل كونتنت كان حاجه زي كده بالنسبه لي صعبه، وزمان كان اول ما اواجه حاجه صعبه كنت اول حاجه بعملها ان انا اشوف ايه كتاب مثلا بيحل المشكله دي. انا عندي مشاكل مثلا في المبيعات، ايه احسن كتاب عن المبيعات؟ فاناتيكال بروسبكتنج، اشتري فاناتيكال بروسبكت. ايه احسن كتاب ماركتنج؟ ذا وان بيج ماركت، ذا وان بيج ماركتنج بلان، اشتري ذا وان بيج ماركتنج بلان. وبعدين بقراه وبستفاد، مش هقول لك مش بستفاد، ولكن اللي ايقنته في الاخر ان انا، انت مش هتستفاد اي حاجه من متابعه فيديوهات تطوير الذات ومن قرايه الكتب ومشاهده يعني اكتساب المعلومات، مش هتستفاد بيها اي حاجه طول ما انت مش بتطبق اللي انت بتتعلمه. وفي الحقيقه معظم الوقت انت مش محتاج ان انت تعرف الطريقه، يعني كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تنفذ او ان انت تعمل الحاجه اللي انت عاوز تعملها بشكل متكرر لحد ما تبقى كويس فيها. مثلا زي ما قلت لك انا كنت بخاف اتكلم قدام الكاميرا واشتريت الكتاب ده. طيب الكتاب ده انا قريت فيه اي حاجه؟ لا، قريت فيه لحد صفحه 7، دي الصفحه اللي انا تانيها لحد دلوقتي. فممكن الكتاب ده يكون فعلا مفيد، ولكن اللي خلاني اعرف اتكلم قدام الكاميرا، اتمنى ان انا اعتقد ان انا دلوقتي بقيت بعرف اتكلم قدام الكاميرا، الموضوع يعني مش كارثي زي زمان. طبعا في يعني could be better، طبعا كل حاجه could be better. ممكن احسن الستوري تيلينج سكيلز بتاعتي، ممكن احسن مش عارف الطريقه اللي انا البودي لانجوج بتاعتي، الطريقه اللي انا بحرك ايديا ازاي، انا الاي كونتاكت مع اللينس ايا كان. ولكن I came a very long way.
ولما نرجع للسبب اللي خلاني اعرف اتعلم او اعرف اتكلم قدام الكاميرا من غير ما الموضوع يبقى كارثي، او من غير ما ارجع ابص على الفيديوهات واقول ايه الكرنج اللي انا عامله ده، ممكن برضه الفيديوهات دي كمان سنه تبقى كرنج بالنسبه لي، عشان غالبا اكون اتحسنت قوي. دايما لما بترجع تبص لورا للحاجات اللي انت عملتها بتحس ان هي كرنج، ده معناه ان انت نميت او كان في نمو يعني في مهاره معينه ليك. anyways، فانا ما اتعلمتش ازاي اتكلم قدام الكاميرا عن طريق ان انا develop public speaking skills. انا بالمناسبه برضه عشان احل المشكله دي جربت ان انا اعمل اخش اسمه ايه يعني حاجه كده زي presentation workshop، ان انت تطلع تعمل presentations قدام الناس. مش فاكر اسمهم، توست ماسترز. فتوست ماسترز هي برضو ما يعني زي فاونديشن كده معموله عشان الناس تحسن الببليك سبيكينج سكيلز بتاعتها، ان هي تتعلم ان هي تتكلم قدام الناس. فانا جربت اعمل كده، ما حسيتش الموضوع افكتيف. جربت اقرا في الكتاب، حسيت برضو الموضوع مش افكتيف. واللي ساعدني ان انا عملت فيديوهات كتيره جدا لحد ما كون ان انا بتكلم قدام الكاميرا بالنسبه لي ما بقاش حاجه صعبه او ما بقاش حاجه مخيفه، وبقت حاجه انا مرتاح وانا بعملها وعادي. يعني بعمل الفيديو اتمنى ان هو يساعد الناس، ما ساعدش الناس اوكي نو بروبلم. الفيديو جاب فيوهات تمام كويس، ما جابش فيوهات عادي مفيش مشكله، نشوف يعني عادي. الموضوع بالنسبه لي ما بقاش شاغل بالي. طيب انا دلوقتي عمال بتكلم عن نفسي، فاللي هو انت دلوقتي ممكن بتتساءل طيب وبعدين يعني. عودة بقى للانجلش، يعني لو هنقارن الستوريز دي بقصتك مثلا مع تعلم الانجليش، انت لو بتتفرج على فيديو زي ده فغالبا انت لحد دلوقتي ما اتعلمتش انجليزي عشان هو انت بتتفرج على فيديو زي ده. طيب ايه هو السبب اللي منعك ان انت تتعلم انجليزي؟ ممكن تكون بتقول لنفسك، او ممكن تكون انت حاسس مثلا ان المشكله هي نقص في المعلومات. المشكله غالبا مش نقص في المعلومات، مش نقص في الكورسات، مش ان انت مثلا مش لاقي الكورس المثالي اللي هو هيساعدك، ولا ان انت مش لاقي انستراكتورز كويسين، ولا ان انت مثلا مش عارف تذاكر من انهي موقع، ولا ان انت مش عارف الخطه المثاليه، مش عارف اذاكر من ابراهيم عادل، ولا اذاكر من ريتشل زنجلش، ولا اذاكر من مش عارف ايه، ولا افتح اي سيل فاست، ولا ايا كان. المشكله 90% of the time مش بيكون نقص في المعلومات على قد ما هو نقص في اتخاذ action. Action is what gets you results. It's not doing the research, it's not learning more about it, it's not يعني ان انت بتحاول تجيب معلومات اكتر عن حاجه معينه، لا يعني you get results by taking action. فانا عامل الفيديو ده عشان افكرك ان انت محتاج تاخد اكشن، وان انت تشتغل بالطريقه اللي معاك او بالطريقه اللي انت تعرفها. لو الطريقه اللي انت تعرفها هي الشادوينج فانت محتاج تشادو اكتر. لو الطريقه اللي انت تعرفها او اللي انت بتستعملها ان انت بتمسك القاموس وكل يوم تحفظ منه 10 كلمات، جو فور ات. مش احسن طريقه بس بجد جو فور ات. مش احسن طريقه ان انت تمسك الكتاب تطلع منه كل الكلمات اللي ما تعرفهاش، بس جو فور ات. وزي ما قلنا او يعني زي ما قلت مثلا في فيديو قبل كده، اعمل اي حاجه بشكل مستمر وانت بتعملها ممكن تتعلم. يعني ممكن مثلا وانا بصور الفيديوهات دي بجد كل يوم اقرا تشابتر وغالبا هتعلم حاجه. يعني اتعلم مثلا من الكتاب ده حاجه وبعدين اطبقها في الفيديوهات بتاعتي، او اطبقها وانا بتكلم قدام الكاميرا، او اطبقها وانا بعمل برزنتيشن او ايا كان. This is how you actually learn something and make progress. بس الموضوع دايما بيبتدي بان انت تعمل الحاجه دي بشكل مستمر، تعمل وتريفاين او تحسن وانت بتعمل الحاجه دي. This is number one. عاوز اتكلم برضو في الفيديو ده على طريقتين او حاجتين ساعدوني ان انا اكون ملتزم اكتر في الانجاز. يعني لو هنتكلم بقى انا اتعلمت ايه بقى من كل الكتب بتاعت الانتاجيه دي واتوميك هابتس 7 عادات هيغيروا مش عارف ايه ده 7 all of this، بجد مفيش مفيش اي حاجه فادتني غير ان انا بقيت بصحى بدري. بقيت بصحى الساعه 5 الصبح، ومن 5 ل 9 ده الوقت اللي انا بعمل فيه التاسك اللي هو صعب بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي مثلا كان صعب ان انا اروح الجيم او ان انا اقرا واكتب ومديتيت وجورنال وكل الكلام ده بعد ما اخلص شغل. بعد ما اخلص شغل بكون فعلا مرهق ذهنيا وبكون مش عاوز اعمل اي حاجه، which is very normal. انت ممكن تكون مثلا بتخلص كليتك او بتخلص شغلك 8 ساعات مثلا وساعتين مواصلات، ولسه انت محتاج تاكل وتستحمى ومش عارف تعمل ايه، وخلاص يعني اليوم في الاخر بيبقى منه ساعه ساعتين انت بتكون مرهق ومش قادر تعمل حاجه، فبتخش تنام وتصحى وتفضل في نفس اللوب دي وما تقدرش تكسرها. لو عاوز تكسر اللوب دي فعلا، لو انت حاسس ان انت في ساقيه في ساقيه كده عمال بتلف، بجد الطريقه الوحيده لكسر الساقيه دي ان انت تعمل الحاجه اللي انت عارف ان هي هتغير لك حياتك بشكل مستمر. عشان تعمل الحاجه دي انت محتاج ان انت تخصص لها كل قوتك 100% of your يعني of your energy. وطبعا
مش محتاجين نقول ان انت بتكون في اقصى صفائك الذهني اما بتكون صاحي من النوم. بس المشكله مثلا اللي انا كنت بعملها ان انا بصحى من النوم اغسل وشي واروح اشتغل. انت ممكن تكون برضو نفس الكلام، تصحى تغسل وشك تنزل الكليه، تصحى تخش تفطر وتنزل الشغل وبعدين بترجع. طيب what's the problem here؟ ان انت الوقت اللي انت بتكون فيه في اقصى حالات صفائك الذهني انت مش بتستغله في الحاجه اللي بتدفعك للامام. الشغل مش اللي هو هيدفعك الشغل مش هيدفعك للامام، ولا الكليه هتدفعك للامام. اللي هيدفعك للامام هو الحاجه اللي انت عاوز تعملها، سواء كان ده مثلا الانجليش اللي انت بتحاول تتعلمه، الجيم اللي انت محتاج تروحه، او ايا كان. فانا انصحك بشده ان انت برضو تعمل نفس الكلام وتبتدي تصحى بدري. لو انت مثلا عاوز تتعلم انجليزي، فبدل ما انت بتصحى الساعه 7 عشان تصحى وتلبس وتفطر وتروح الشغل، اصحى الساعه 6. وانت من يعني اصحى الساعه مثلا 6 وانت من 6 ل 7 ده انت عارف ان ده الوقت بتاع الانجليزي. الموبايل بتاعك يكون على ايربلين مود، وخلاص انت بجد صاحي. انت عارف ان انا صاحي الساعه 6 بهدف ان انا اتعلم انجليزي. انا بصحى الساعه 5 بهدف ان انا على الساعه 6 انا هكون فاطر وواكل ولابس وشارب وكل حاجه ونازل الجيم. انا بصحى الساعه كذا كذا، من 6 ل 8 انا في الجيم، من 8 ل 9 انا بكتب وبقرا ايا كان الروتين اللي انت تعمله لنفسك يعني. ولكن بجد لو انت بتعاني ان انت مش بتعرف تذاكر انجليزي، او مش بتعرف تعمل اي حاجه بعد الشغل او بعد الكليه او بعد ايا كان، بجد هو يعني انت عندك حلين. يا اما ان انت تجبر نفسك، اللي هو بجد you just have to like force yourself to do it, و this is very difficult, this is not so easy. الناس كلها اللي هو just do it just do it. تتفرج بقى على كام فيديو لاندرو تيت ولا كام فيديو موتيفيشن اللي هو until I win، وبعدين ممكن تسخن يومين 3 وبعدين خلاص برضو بتقع تاني عشان انت بتكون تعبان. ف the smart move ان انت تاخد الطريق of least resistance، هو ان انت ببساطه تصحى ساعتين بدري، تصحى 3 ساعات بدري، تخصصهم للانجليش او تخصصهم لنفسك عموما. بس فدي حاجه يعني فادتني جدا، وده ساعدني بالمناسبه ان انا حاجه انا فخور بيها عاوز اشاركك الموضوع ده، ان انا دلوقتي على 14 day meditation streak، بقى لي 14 يوم بتامل بشكل مستمر. ودي حاجه جامده الصراحه، اول مره اوصل ل 14 يوم. عاده كنت بوصل مثلا 7 بعدين بفوت يوم، 8 افوت يوم، 3 افوت يوم. ولكن ساعدني بجد ان انا طول الفتره اللي فاتت دي بصحى بدري. فانا بصحى بدري، عندي المورنينج روتين. ايا كان بقى الناس اللي بتقعد تسخر من المورنينج روتين والكولد شاورز والكلام ده، بجد you need to have a morning routine. او يعني حتى مش محتاج تعمل مورنينج روتين، بس بجد لو انت في اي حاجه بتحاول تنجزها وبتكسل تعملها بعد الشغل او الكليه، اعملها الصبح. طيب اشارك معاك تو ابلكيشنز هيساعدوك جدا في ان انت تصحى بدري، او ان انت يعني مش هقول لك الساعه 5، ممكن تصحى وقت ما تحب، 5 6 7 ايا كان. انا بستعمل ابلكيشن اسمه الارمي. الارمي ده ابلكيشن لذيذ، عشان هو مش مجرد الارم. يعني انت الالارم هنا اما بيرنج او الالارم اما بيشتغل، في اوبشن في الابلكيشن ده ان انت ما تطفيش الالارم غير اما تكمل مهمه. والمهمه بتاعتي ان انا اسكان كيو ار كود. انا الكتاب ده مثلا فيه كيو ار كود تحت، فانا بحط الكتاب ده مثلا في الصاله واما الساعه تيجي 5 الالارم ده بيرن ومش بيطفي غير لو انا خرجت بره، قمت من على السرير وطلعت في الصاله عملت سكان للكيو ار كود. فبس خلاص انت قمت من على السرير وطلعت بره اتحركت شويه، انت جسمك فاق وصحيت. بس كده، مش محتاج تعمل اكتر من كده عشان تصحى بدري. حاجه كمان ساعدتني في ان انا ازود انتاجيتي، ابلكيشن تاني انا اشتريت منه النسخه البريميوم اسمه اب بلوك. هكتب اسم الابلكيشنز دي في الديسكربشن. واب بلوك بيعمل ايه؟ اب بلوك بيبلوك ابلكيشنز. فلو انت مثلا تو ديستراكتد، او لو انت موبايلك بيشتتك بزياده، زي حاجات مثلا ابلكيشن زي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، we're all addicted to social media. فالابلكيشن ده بيعمله ان هو بيبلوك الابلكيشنز دي. وفي حاجه اسمها ستريكت مود، ان انت مثلا لو انت فعلت الستريكت مود انت حتى مش هتقدر تشيل البرنامج او مش هتقدر تشيل البلوك. فببساطه انت المونكي برين بتاعك بيقول لك اللي هو انا عاوز افتح انستجرام اشوف اتفرج على كام ريل، هتيجي تدوس على الابلكيشن. انا دلوقتي مثلا عاوز افتح اي ابلكيشن، let's see، انا مثلا عامل البلوك بتاع تيك توك 1 minute per day. فانا لو فتحت تيك توك دلوقتي هو هيسمح لي بس ان انا اقضي على الابلكيشن ده 1 minute، وبعد ال 1 minute هو بيقفل الابلكيشن ومش هتقدر تفتحه تاني. فبتوفر وقت برضو عن طريق الابلكيشن ده.
بس كده ده فيديو النهارده عشان نسم اب او عشان يعني الملخص المفيد او الموجز المفيد من الفيديو ده. stop looking for information, do what you think might work، او يعني اعمل الحاجه اللي انت شايف ان هي بتحقق اي نتيجه وانت بتعملها. ممكن تعمل ريسيرش اكتر على ازاي تحسنها، بشرط ان انت الحاجه اللي انت تتعلمها لازم تطبقها. لو انت اتعلمت مثلا طريقه معينه في المذاكره او اسلوب معين في مذاكره الانجليش او ابلكيشن معين مثلا انت شايفه مفيد، ابتدي استعمله على طول وضيفه للروتين بتاعك. نمبر 2، dedicate time to English، والوقت ده يفضل ان هو يكون قبل شغلك او قبل كليتك. استعمل ابلكيشن زي الارمي، حاول ان انت توفر وقت في يومك عن طريق ان انت تقلل استخدامك للتكنولوجيا عن طريق ابلكيشن زي اب بلوك. لو انت بتقضي وقت كتير برضو على اللابتوب او على البي سي بتاعك، حاول ان انت تقلل الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا او ايا كان. وفي ابلكيشنز كتيره جدا بتبلوك ويب سايتس او بتبلوك سيرتن ابلكيشنز، تقدر تعمل ريسيرش اكتر عنها. بس كده ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وحابب اشكر كل الناس اللي كانت سابت كومنتس ايجابيه على الفيديوهات اللي فاتت كلها. I really appreciate it، والكومنتات دي بسطتني جدا يعني. فمبسوط ان الفيديوهات دي بتفرق معاكم او بتساعدكم بشكل او باخر. و thank you very much for watching. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.